كان يوما مفصليا في تاريخ تونس. بدأت ساعاته الأولى بصدامات عنيفة أمام وزارة الداخلية، تلك الوزارة التي طالما خشي التونسيون مجرد التفوه باسمها. المظاهرات كانت بالآلاف وفي جميع أصقاع البلاد. بدت محافظة تونس وكأنها تتنافس في حجم التظاهر بعد أن كانت يوما تتنافس في إثبات الولاء للحزب الحاكم. صفاقس 40,000، سيدي بوزيد 4,000، رقاب، جندوبة، القصرين، والقائمة طالت. اتفقت شعارات المظاهرات على شعار واحد: بن علي برا، وشعارات أخرى تطالب بمحاكمة عائلات غرفت من خيرات البلاد بسبب علاقاتها بمحيط الرئيس. بن علي أعلن بعد ذلك عن عزل الحكومة وتسمية أخرى وتنظيم انتخابات مبكرة. جاء بعد ذلك إعلان حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد وحظر التجوال من الساعة 5 مساء إلى 7 صباحا، وأمر رجال الأمن باستخدام الرصاص الحي ضد كل متظاهر. ثم تسلم الجيش المطار وأغلق المجال الجوي. قبل ذلك بساعات كانت المصادمات على أشدها، وتحدثت مصادر طبية عن سقوط عشرات القتلى خلال الساعات، بينما رجح حقوقيون أن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.